جيد، مساء الخير أبو حسن. طبعا أربع حالات اخترناها في الشوط الثاني. هل كانت قرارات الحكام وتقنية الفي آر صحيحة؟ الحالة الأولى كانت في الدقيقة 51، شكينا بوجود لمسة يد. طبعا الكرة نشوفها من خلال الصورة، كرة ملعوبة من الركنية، تسديد بعد ثم تسديد باتجاه المرمى. هنا الكرة ملعوبة، تقطع الكرة من دفاع الترجي تلعب من مهاجم الترجي وهناك تسديد. طبعا الحكم يأمر باستمرار اللعب على أساس أنه لا وجود لأي خطأ. بنلاحظ من خلال الصورة قبل الذهاب إلى تقنية الفي آر التسديد من قبل لاعب الترجي. هنا حسام، نرجع حسام. هنا اليد كانت في وضع غير طبيعي، كانت في وضع مكبرة للجسم، كان يجب على حكم المباراة احتساب ركلة جزاء، ولكن تقنية الفي آر وبشكل إيجابي تدخلت، استدعت الحكم لمشاهدة الحالة. طبعا بعد مشاهدة الحالة من خلال الصورة وضح للحكم هنا استدعاء من قبل تقنية الفي آر للحكم المباراة، ذهب وشاهد الحالة وعاد باحتساب ركلة جزاء. طبعا ركلة جزاء دون انذار، لأن هنا اليد لما تكون عملية مقصودة إنما تكبير للجسم. طبعا قرار ركله الجزاء في النهايه بعد تدخل الفي ار قرار صحيح. ناخذ التنفيذ. طبعا التنفيذ هلا بنشوفه. طبعا عمليه التشيك والتنفيذ استغرقت 5 دقائق. هنا التسديد، لحظه التسديد نعمل ستوب، هناك رجل احد القدمين موجوده على خط المرمى، لذلك التنفيذ كان صحيح والحارس لم يخالف في اي شيء. الحاله الثانيه كانت في الدقيقه 74، كان هناك سقوط للاعب الافريقي داخل منطقه الجزاء على اساس ان هناك ركله جزاء. طبعا الحكم في الملعب يأمر باستمرار اللعب. نشوف الصورة حسام ونشوف هل كان قرار الحكم صحيح، أين كان تمركز الحكم في هذه الحالة. طبعا هو قراره في النهاية كان الاستمرار باللعب. طبعا نشوف الحالة هنا، الكرة مع اللاعب الأفريقي، نمشي نمشي نمشي، تنافس على الكرة، لا يوجد أي خطأ من قبل اللاعب الترجي على اللاعب الأفريقي. تمركز الحكم كان مثاليا واستطاع مشاهدة الحالة، ومن ثم القرار كان صحيحا بعدم احتساب أي شيء. الحالة اللي بعدها كانت في الدقيقة مباشرة في الدقيقة 73 48، في الدقيقة 74 بنشاهد هل كان هناك، طبعا الحكم يأمر باستمرار اللعب على اساس ان هناك اتاحه فرصه. بنلاحظ هنا دخول لاعب الترجي بشكل متهور، لو لم يثني نمشي حسام، نلاحظ اللاعب ثنى رجليه لتفادي التصادم مع المنافس. لو استمر الرجل بشكل مستقيمه كنا ذهبنا باتجاه اللعب العنيف، ولكن هنا اللاعب اظهر وضوح ثني رجليه كي لا يصيب المنافس، كي لا يؤذي المنافس، وفي النهايه قرار الحكم كان صحيحا باحتساب الانذار الاصفر بعد انتهاء اتاحه الفرصه. الحاله اللي بعدها كانت في الدقيقه 52، كان هناك مطالبه بركله جزاء من قبل لاعبي الافريقي على اساس ان هناك لمسه يد على لاعب الترجي. نشاهد من الحاله، نرجع حسام، نرجع لحظة التسديد. أين كان وضع اليد؟ وضع اليد شكل طبيعي، اللاعب يتحرك، هذا وضع طبيعي لليد، لم يكن هناك أي تكبير للجسم، وقرار الحكم استمرار اللعب هو قرار صحيح. ما ميز الحكم في هذه المباراة هو تمركزاته المثالية. لاحظ هنا قريب من الكرة حوالي 7-8 أمتار، زاوية الرؤية واضحة، اليد هذه في وضع طبيعي، وقرار استمرار لعب قرار صحيح. الحالة الأخيرة كانت في دقيقة 96، كان أيضا هناك مطالبة على أساس أن هناك لمسة يد من قبل مدافع الترجي داخل منطقة الجزاء، أيضا الحكم يأمر باستمرار لعب. نشاهد الحالة ومخدة زوايا، هنا تسديد ترتطم بجسم اللاعب الترجي وثم تعود إلى جسم اللاعب أيضا الترجي، لا وجود للمسة يد نهائيا. حتى وإن لمست اليد اللاعب الأول، اليدين كانوا خلف الظهر، يعني عمليا اللاعب يظهر للجميع أنني لا أكبر جسمي، هو يدي خلف ظهره. عموما أداء التحكيم بهذه المباراة كان جيد جدا، أداء الحكم كان مميزا خلال المباراة. طبعا لا تخلو هناك المباراة من أخطاء، ولكن أهم شيء لم يكن هناك أي قرار مؤثر. الحكم استحق علامة 8.5، المساعد الأول 8.4 والمساعد الثاني 8.3.